اهلا بيكم. قبل ما ابدا اي حاجه احب اقول لك ان الفيلم ده فيه كل حاجه، اكشن ودمار ورومانسيه، وسيبولي بقى الطلعه دي. فيلم في منتهى العظمه والجمال، ونهايته ولا في الخيال. وما تنساش الاشتراك واللايك والشير علشان ده هيشجعني كتير، وكمل معايا للنهايه وانت هتشوف اجمل حكايه. يلا بينا. بيبدا الفيلم في مدينه اسمها واجي، واللي مسيطر عليها واحد اسمه سوفراج. لكن الراجل ده عمل حادثه وفي يوم وليله بقى مشلول، وطبعا كان لازم يختاروا واحد بصحته علشان يكمل العمليات والتهريبات من بعده. والراجل ده بقى ما كانش عنده غير ابن واحد بس واسمه كالكي، لكن ملوش في جو اللبش والتهريبات والاعمال الغير قانونيه، فبيضطر ان هو يتنازل عن العرش بتاعه لدراعه اليمين اسمه راي. وبنعرف ان كل شغلهم في تهريب الذهب والماس والسلاح. وراي ده بقى ما كانش سهل بالمره، معجون في ميه عفاريت، شاطر جدا وحقق مكاسب كتير اكتر من اللي كان بيعملها سوفراج. فبيعمل شركه مياه معدنيه، وعن طريقها بيمشي شغله الشمال، ومن الاخر كده غسيل اموال. والشركه دي عباره عن ستاره. المهم مين بقى اللي فهم اللعبه اللي بيلعبها روي وهرش الحوار كله ووقف في وش شركات روي وكل عصابته، الا وهو رئيس الوزراء الهندي. فروي بقى بيجيب من الاخر وبيخطف رئيس الوزراء، بس الراجل ده ولا فارق معاه، وبيتكلم مع روي بكل شجاعه وقال له انا وزير منتخب وورايا حزب ورجاله بياكلوا الزلط. وهوبا مره واحده بيلاقي حفيدته داخله ومبسوطه وبتلعب في وسطهم. وروي بص له قوي وقال له على فكره مش بس حفيدتك اللي موجوده معانا هنا، ده كل العيله مشرفين في الاوضه اللي بعدينا، يعني لو هتقول بام مش هتلحق واخلص عليهم. فالوزير بقى لسه هيحلو في الكلام ويقول له الوطن والكرامه وانا راجل دم حر، اما هوبا مره واحده مولعين في ايديه، وفي ثانيه الا ثانيه بيبعت له الكاس اللي فيه التلج علشان يلحق نفسه ويطفي ايده قبل ما يتحرق. وهنا الوزير حس ان هو قاعد قدام واحد مجنون ممكن يخلص عليه وعلى كل عيلته وبكل سهوله، فبيضطر ان هو يمضي على الاوراق اللي هو عايزها. واخيرا بقى روي بيحقق كل اللي هو عايزه وبيحتفل مع رجالته والكل بيكون مبسوط ما عدا كالكي اللي كان هاين عليه يخلص على الكل. وبعدها روي بيركب عربيته علشان يرجع مره تانية لمدينه مومباي، لكن وهو مروح بالعربيه هوبا مره واحده بتيجي تريلا وبتشيل العربيه باللي فيها. ومش بس كده، دول كمان بيخلصوا على روي ويلا خد الشر وراح. وبتعدي ايام وشهور وبنشوف كل الظباط وهم قاعدين في القسم، والمأمور بقى كان هيتجنن وقال لهم حرام عليكم بقى حته مجرم يعمل كل ده ويسرق 3 بنوك مره واحده ومحدش فيكم لحد دلوقتي عرف شكله. فكل واحد من الظباط عمل فيها الظابط الجامد الجاحد ويقول له يا باشا احنا قريب جدا هنقبض عليه، بس ادينا بس حوالي 7-8 شهور واحنا هنجيبه لك من قفاه. لحد ما بيجي الظابط ارجون وقال له الحق يا فندم في مصيبه، في عمليه سرقه بنك وتمت دلوقتي. فالمأمور بيتصدم وقال له هي ناقصاك يا عم البومه انت كمان، يلا خليها تكمل. وطبعا المأمور عمال بيسمع الحكايه كلها وحرفيا كان هيتشل لحد ما اتصل بيه نائب الوزير. ولسه المأمور هيقول له والله يا فندم احنا شغالينه على اخرنا، بس النائب قال له ما تقلقش انا بعت لك الظابط ديفيد، وده بقى هيبقى حلقه الوصل ما بينك وما بين الظابط اشوك. واشوك ده بقى ظابط سري محدش يعرفه وهو اللي هيشتغل على القضيه. وبالفعل بيجي الظابط ديفيد وبيفضل يتكلم مع المأمور عن الظابط اشوك وقد ايه ان هو شخص جامد وجاحد وغامض جدا ولازم يسمعوا وينفذوا كل كلمه هو بيقولها. وفي الوقت ده بنشوف اشوك وهو في العربيه بتاعته، واحد من رجالته بيقول له يا باشا ده المكان اللي فيه المتهم. واشوك بياخد بعضه وطيران على المكان، والمكان ده بقى ما اقولكش فيه عصابه وعددهم كبير جدا خاطفين الشخص اللي اشوك عايز يقبض عليه ومعلقينه من رقبته علشان حكموا عليه حكم بالشن. وما شاء الله واضح ان هو محبوب جدا. واشوك بقى دخل دخله جامده دخلة معلمين وشكلها كده ليلتهم ليله طين، وقال لهم مش عيب عليكم متجمعين على راجل اعزل غلبان معوش سلاح، ومن الاخر كده الراجل ده بتاعي ويخصني وهاخده من وسطكم وعايز دكر يقول لي بم. فالزعيم بيتكلم بكل ثقه وبينادي على ام العيال وقال لها فاضل قد ايه على الغدا؟ فبتقول له 5 minutes يا عمري والغدا هيبقى جاهز وعملت لك الحمام المحشي اللي انت بتحبه. فالزعيم بيقول له حلو قوي قدامك 7 دقايق بس، يا اما تنقذه يا اما هخليك انت اللي تغسل المواعين بدل ام العيال. واشوك بيسمع الكلمتين من هنا وبيتحرك من هنا بكل ثقه وبيطلع على السلالم، والواد ده رفع عليه سلاح وهوبا في ثانيه اشوك قام مشنكله وخلاه ينزل على جدور رقبته. وبقيت الرجاله قالوا يلا بينا يا رجاله انها الحرب، وهاتك بقى يا ضرب وتكسير في كل مكان. وحرفيا كده مفيش حد فيهم كان قادر عليه، ضرب هنا وضرب هناك، واللي كان بيطوله كان بيشلوحه. وقيس فجاه بيطلع عليهم تعبان من الاوضه واشوك بصله قوي واللي هو مساء الفل ولا بيهمه اي حاجه وبيكمل العركه ونازل ضرب وطحن فيهم. ومره واحده بيلاقي نفسه داخل في وسط الجزارين وقال لهم يا مساء اللحمه الضاني وتلاشاني عشانك مش عشاني، ما لاقيش عندكم كوارع؟
وهوبا مره واحده عينك ما تشوف الا سواطير وسكاكين طايرين في الهوا وكل عمال بيدب في كله بالفخده ويضرب بالكوارع وبيضرب. وانا من مكاني هذا نفسي في عكوايه اعملها في اول يوم رمضان. المهم بعد ضربه هنا وضربه هناك وخبطه هنا وخبطه هناك بيقدر ان هو يهرب منهم وبيدخل اوضه علشان يستخبى فيها وياخد نفسه شويه. وهوبا مره واحده بيلاقي نمر اسود وعمال يقرب منه، لكن النمر ده بيكون مربوط وعمال يبص له واللي هو يعني يا عم غرف داهيه انا قطعت الخلف لما شفتك. ده ايه المكان الغريب ده؟ مربيين نمر وتعبان، دول ناقص يجيبوا له سلاحف النينجا يا رجاله. المهم بعد كده بيهرب من المكان واذ فجاه بيلاقي نفسه جوه صاله جيم ولسه الكابتن بتاعهم فارد عضلاته وعمال بيقرب منه وهيقول له بوم. وهوبا مره واحده قام ماسك البار ويزو قام مديهاله ضرب هنا وضرب هناك وبالدنابل وبالطرات وشويه بنج وكتف وترابيس والليله ليلتي وانا العريس. كله ضرب ضرب مفيش شتيمه، واللي بيقابله كان بيعلم عليه وقتي والرجوله عصب مش مص قصب يا شويه شباب منفوخين على الفاضي. واخيرا بقى بعد ما دخل معركتين ثلاثه بيلحق المجرم قبل ما يشنقوه والكل هنا بدا يخاف. وابو الزعيم ده بقى اللي يعتبر ما اتحركش بقاله 50 سنه قال لهم سيبوه يا رجاله، سيبوه يخرج من هنا، ده شكله واد شبح وقلبه ميت وممكن يخلص علينا كلنا. وبكده الشبح بيكون خرج بالسلامه ومعاه المجرم كمان. والمجرم قال له ده انت جامد وعتره وكفاءه، قول لي بقى انت عاوز مني ايه وانا هعمل لك اللي انت عايزه ونبقى اصحاب. واشوك قال له يا عم بلا اصحاب بلا اهباب، هي شويه معلومات يا اما هخلص عليك وقتي. طبعا الراجل قرب كل حاجه. نسيبهم بقى ونروح للناس دول. والشخص ده بيكلم واحده اسمها سوزان وقال لها انا في سر في قلبي وشايله بقالي سنين ومش قادر اخبيه اكتر من كده. عايز اقول لك ان روي عنده ابن وزمانه جاي في الطريق. وسوزان بتتصدم وبتقول له لا انت بتهزر، روي مستحيل يكون عنده ابن. قال لها لا هي دي الحقيقه، روي عنده ولد وجاي علشان ياخد العرش مكان ابوه. والزعيم سفراج عارف بالكلام ده فبيدخل عليهم فعلا ابن روي واللي اسمه جاك، بس دخله جامده جدا وشكله كده ناوي يخليها نار ودمار على الكل. واول لما المساعد بيقول له احنا شاكين في الشخص ده وانه ليه يد في موت ابوه قام هوبا مره واحده جاك ما سماش عليه وبيرميه من فوق المبنى وشكلها كده هتبقى سواد على الكل. ونرجع مره تانية لاشوك اللي بيقابل نائب المأمور ديفيد ومعاهم الضابط ارجون. وديفيد بيقول له بص يا اشوك انت هيبقى معاك شريك في المهمه اللي انت هتطلعها. بس اشوك قال له لا طبعا مش موافق، انا زي الفريق ما بحب الشريك. لحد ما بيشوف في وسط الورق اسم الضابط اللي اسمها اماريتا. واشوك شافها من هنا وقال لهم ايوه بقى هو ده. شايفين النباهه والمفهوميه بتشر من عينيها ولا خدودها يا جدعان، بتدل على مدى اخلاصها في العمل. وكلكم والشفايف والشعركم تاني، ده رمز للحلاوه والطراوه والامانه في العمل. بس ارجن بيقول له اهدى يابا، هو انت عبيط يا اسطى؟ ده مفيش صوره اصلا. قال له يا عم عارف، ده كفايه بس اسمها يا بني ادم، وانا من الاخر كده عايز اميريتا تبقى شريكتي في المهمه دي. ومثبت عليها ومستقتل عليها كمان. وفعلا بيروحوا على مكان الجريمه اللي موجود فيها اميريتا واللي بتحقق فيها واللي بتكون جريمه قتل. وكل ما هي تقول تفسير عن الجريمه زمايلها الرجاله عمالين يقللوا منها وبيتريقوا عليها كمان. وهوبا مره واحده بيشوفوا راس طالعه من الشباك قال لهم شدوني شدوني يا شلحف منك ليه. بس هو بقى كان عاوز اميريتا هي اللي بتشده، ولما بتعرف ان هو ظابط كبير وقد الدنيا بتوافق طبعا. وهو بقى كان في عالم تاني دايب فيها ومن جمالها وفي عالم تاني. وقال لهم بصوا بقى انا هساعدكم في القضيه دي، واللي عمل الجريمه هو قاتل واحد بس، وكل اللي ماتوا دول دي عصابه كبيره واللي قتلهم كان واحد منهم كمان. وفضل يمثل لهم الجريمه ويوصفها وكانه كان عايش فيها وشايف ايه اللي بيحصل. فبيجي المأمور ده وعمال بيحيي اشوك على ذكائه، ومش بس كده ده كمان عمال بيهزق اماريتا وقال لها انت من النهارده هتبقي مع الظابط اشوك، يكش تفلحي بقى وتعملي اي حاجه عدله في حياتك. وطبعا البنت الغلبانه بتكون متضايقه من التهزيق ده كله. ونرجع مره تانية لجاك اللي بيدخل على اعضاء مجلس الاداره واللي لسه كانوا جايبين سيرته بكل خير وان هو ابن غير شرعي وجاي من الحرام وبتاع. لكن جاك قال لهم بصوا بقى شويه ضفاير يا اللي شغلكم على الطاير، احب اقول لكم ان انا عارف كل حاجه عن ابويا وشغله، وشويه الفلوس بتوعكم اللي انتوا خايفين عليها فانا عارف كويس مكانهم فين. لكن مفيش مليم واحد هيطلع غير لما اعرف مين اللي قتل ابويا وانتقم منه. طبعا الاخبار دي كلها بتوصل في نفس اليوم بالليل للزعيم سفراج وابنه كالكي. وسفراج بقى كان سعيد جدا بشخصيه ابن روي، لكن كالكي الغيره بتدب جواه وبتضايق اكتر واكتر. وهنا اخيرا بيظهر الحقد اللي جواه، واول حاجه بيعملها بيخنق ابوه بطريقه مهينه وقال له انت طول عمرك بتفضل روي عليا، واحب افاجئك واصدمك واقول لك ان انا اللي قتلت ابوه، وانا كمان اللي عملت الحادثه اللي انت اتصبت فيها بالشلل. واحب اقول لك انه قريب جدا هقتل جاك ابن روي، وبعد ما اقتله هخلص عليك انت يا ابويا. وكان خلاص ابوه هيموت في ايده، لكن في اخر لحظه كالكي سابه وقال له ما تقلقش
تقلقش انت مش هتموت دلوقتي لان لسه محتاج لك، لكن دورك جاي. وفعلا جاك بيكون خارج من الشركه ولسه هيدوس على حاجه، لكن هنا بيفهم ان ده فخ، وهوب عربيته بتنفجر وبيموت فيها 2 من رجالته، وكمان بيجي رجاله مسلحين علشان يخلصوا عليه وعلى كل رجالته. بس الرجاله بتوع جاك هم اللي دخلوا بالسلاح عليهم وخلصوا عليهم واحد ورا التاني، واخيرا بينقذوا جاك اللي بيتجنن وبيتعصب، والموضوع قلب معاه انتقام ونار ودمار، وشكلها كده هتولع على الكل. ونرجع مره تانية للظابط اماريتا اللي بتروح للمكان اللي فيه اشوك وباقي الفريق، والكل مركز في شغله وهو بس اللي مركز معاه هي. لكن بعد كده اشوك قال لهم راجعوا كل الكاميرات اللي كان فيها كالكي لما كان موجود في اخر حادثه، وارجون بيقول له احنا راجعناها قبل كده اكتر من مره، واشوك قال له راجعها مره كمان، بس المره دي ركز مع اي شخص لابس كاب وماسك مشروب في ايده ويكون لابس حذاء رياضي ويكون ماركه، علشان هي دي مواصفات الحراميه العباقره. يا صلاه النبي انا كده واحد منهم. المهم ديفيد هنا بيقاطعهم، قال لهم اخيرا لقينا الشخص يا رجاله وبنفس المواصفات اللي قال عليها الظابط اشوك، وها هو الحرامي الجامد الجاحد اللي مبهدل الحكومه كلها وراه. المهم بيفضلوا يراقبوه لحد ما بيعرفوا ان هو دخل كافيه في وسط المدينه، وعلى طول الكل بيتحرك على هناك ما عدا الظابط ديفيد. وهنا بقى بتكون الصدمه، علشان الظابط ده بيطلع خاين وبيتصل بالحرامي وطلب منه ان هو يهرب بسرعه قبل ما الفريق يوصلوا في اي وقت. ولما وصلوا فعلا ما لقوش اي حد في الكافيه، بس العامل ده عمال بينادي على اسم الحرامي وبيتاكدوا ان هو فعلا كان لسه هنا. واميريتا بتجري على الترابيزه اللي كان قاعد عليها وبيطلع ان كان في اسم والحرامي هو اللي كان كاتبه، وكان مكتوب اسم ساهو. وفي الناحيه التانيه جاك بياخد مساعد ابوه ومعاهم الحربايه اللي اسمها سوزان، وداهم على مكان فيه خزنه وضخمه جدا، وقال لهم ان الخزنه دي فيها المبلغ اللي كل المستثمرين عاوزينه وكمان فوقيه 5 اضعاف. بس للاسف بقى محتاجين المفتاح وده موجود في الصندوق الاسود. والمساعد وقتها بدا يفتكر وقال له ايوه فعلا ابوك اداني صندوق وقال لي ان اسمه الصندوق الاسود وانا عارف مكانه كويس واقدر اروح اجيبه كمان. ساعتها سوزان بتقول له لا بلاش انت علشان شكلك معروف في وسط العصابات وممكن تتقفش بكل سهوله، وسيب لي انا بقى الطلعه دي وانا اللي هجيب لكم الصندوق ده. جاك قال لها بس كده من عناية يا سوزان، بس لو الصندوق حصل له اي حاجه صدقيني هخلص عليكي حتى لو انت هربت على اليابان. ونرجع مره تانية لاماريتا اللي بتقول لهم يا جماعه احنا اول لما نشوف الحرامي في اي مكان نروح ونقبض عليه على طول. لكن اشوك قال لها بطلي غباء وتهور بقى، يعني انت دلوقتي لو شفت الحرامي وقبضت عليه هتبقى ايه التهمه مثلا؟ سرق منك حاجه يعني؟ واحنا لازم نقبض عليه وهو متلبس. المهم جات لهم معلومات ان الحرامي هيبقى موجود بكره في نايت كلاب، واشوك قال لهم الكل يجهز يا رجاله بكره عندنا سهره. وفعلا الكل تاني يوم بيتجمعوا وبيروحوا على النايت كلاب، بس اميريتا بقى بتوصل للمكان وعامله حسابها انها توقف المكان كله على رجل واحده، واول واحد وقف على رجل واحده هو اشوك. شاف البت جايه ولابسه لبس استغفر الله العظيم يا رب، وقع فيها وفي جمالها وحبها اكتر ما كان بيحبها اصلا، ودخلوا المكان وعمالين يشربوا ويتدرمغوا ويسهروا. لكن اميريتا بقى شكلها تقلت وشربت شويتين 3 وهوبا بيجي الحرامي واشوك هو اللي شافه وكان رايح وراه. لكن اميريتا بقى بتكون في عالم تاني وبتقول له بقول لك ايه سيبك من الحرامي وخلينا احنا في الحرامي اللي احنا فيه، ويلا بقى نتبسط ونولع الجو بلا حرامي بلا بطيخ وهاتك يا رقص ودربغه وغنى، ونسيوا اللي هم في مهمه اساسا. المهم تاني يوم المأمور بدا يتعصب على اميريتا ومسح بكرامتها بلاط المدينه كلها وقال لها بقى الرجاله رايحين يعملوا مهمه تقوم انت تعملي فيها فلوطه وتضيعي مننا اهم مجرم؟ ده انت اللي زيك مش لازم يعيش ليوم الثلاث ولا حتى يوم الاربع. لكن اشوك بقى بيكون هادي جدا وقال له يا عم اهدى بقى كده وريح شويتين 3. احب اقول لك ان انا اصلا قعدت مع الحرامي واتكلمت معاه وعرفت منه المهمه اللي هيعملها المره الجايه، وطلع ان اشوك اصلا راح ورا الحرامي ده وقعد جنبه وطلب نفس المشروب بتاعه وقال له على فكره انا حرامي زيك بالظبط. فالحرامي بص له قوي واتحمس في الكلام وقال له خلاص طالما انت حرامي يبقى انا ظابط بقى. وفضلوا يتكلموا مع بعض ويهزروا ويسفوا زي ما انا ما بسف بالظبط على الملخص ده. المهم الحرامي فضل يسكر لحد ما اتدرمغ طينه واعترف لاشوك على الخطوه الجايه ان هو ناوي يسرق الصندوق الاسود. فالمأمور بياخد اشوك على المكتب بتاعه وقال له بص بقى شايف كل الملفات دي تخص كل القضايا بتاعت روي واكيد هيفيدك في القضيه، بس كل اللي عايزه منك ان احنا لازم نلاقي الصندوق الاسود ده قبلهم، علشان لو الصندوق ده بقى في ايدينا يبقى كل عصابه روي نهايتهم قربت. بس انا بقى عندي سؤال، هو ازاي الحرامي ارتاح لك كده وفتح لك قلبه وبكل سهوله؟ واشوك قال له عشان هو عارف كويس ان انا ظابط وحب يلعب معايا لعبه الا وهي لعبه عسكر وحراميه، يعني مفكر ان انا هقول ان هو بيكذب واكيد هيخبي عليا الخطوه اللي هو ناوي يعملها، بس هو فعلا كان بيقول
الحقيقه. وبعدها بيروح يقعد مع اماريتا اللي بتكون محبطه جدا، وبتقول له هو انا فعلا فاشله ولا انت كمان شايفني افشل منهم؟ فهو قال لها لا طبعا مستحيل، انت اشطر واحده فيهم كلهم. وبعدين مش كفايه انك وقعتني من اول نظره؟ بقول لك ايه، فكك بقى من الكلام ده، وانا واثق ان انتوا قريب جدا هتعلم عليهم وهتثبت لهم ان انت اذكى واشطر واحده فيهم كلهم. وفعلا اميريتا بتفضل سهرانه طول الليل علشان توصل لاي دليل للحرامي ده. وفي نفس الوقت بنشوف الضابط ديفيد ومعاه الحرامي قلبين الدنيا وعمالين بيدوروا على الصندوق الاسود، وهما الاتنين قدروا فعلا يوصلوا المعلومه. والمعلومه دي بتقول ان في شخص هيجي من شركاء روي من مدينه مومباي وجاي مخصوص وضارب مشوار كبير علشان يوصل لنفس الصندوق ده. وتاني يوم بنشوف سوزان هي كمان بتوصل على المطار وبتتحرك علشان تروح تجيب الصندوق هي كمان. طبعا اميريتا وكل فريق الضباط اللي معاها مراقبينها من بعيد لبعيد لحد ما بتوصل لمحل غريب وبتتكلم مع صاحب المحل وراجل غلبان، والراجل ده فعلا بيديها الصندوق. فبتنزل من عنده وبترجع مره تانية وبتركب العربيه. بس فجاه الطريق كله وقف والدنيا بقت زحمه جدا وشكلها كده في مصيبه وهتحل على الكل. وقد كان هوبا مره واحده واحد راكب موتوسيكل وبينزل ضرب نار في عربيه سوزان، لكن العربيه بقى بتكون مصفحه وضد الرصاص، والراجل ده مكمل وحالف ان هو يخلص عليها وياخد منها الصندوق. وساعتها سوزان بتريح على الكنبه مكانها وبتتصل على جاك، قال لها ما تخافيش انا كنت عارف ان ده هيحصل وعامل حسابي كمان. وهوبا بيظهر قناص تبع جاك وبيصطاد الشخص اللي كان راكب موتوسيكل. لكن هنا بقى بنعرف ان هم كتير جدا، مش واحد ولا اتنين، قول 50 60 70 واحد. المهم بيرموا قنابل غاز في وسط الطريق والغاز بيملى المكان كله علشان القناص ما يشوفهمش. بس القناص بقى كان جامد جدا وقدر ان هو يضرب واحد منهم كمان. وطبعا اميريتا كانت واقفه ومراقبه كل حاجه من البدايه، تسكت او تهمد؟ لا ازاي، دي بتعمل فيها سلاحف النينجا وقلبها جامد وجاحد وبتاع، ونازله ارض الميدان علشان تدب هي كمان. هي جت عليها يعني. واشوك قال لها اوعى تتنيلي او تتحركي من مكانك وخليكي قاعده، وهي ابدا لازم تروح وتنقذ الست سوزان. وسابت كل حاجه ورمت اللاسلكي وقامت نطه في قلب المعركه. ويا ريتك ما نطيتي علشان بتتفاجئ ان الوضع صعب جدا واكبر منها بكتير، وقامت واخده بعضها زيها زي اي ست اصيله وبتستخبى في اي حته بعيد عن ضرب النار. امال اتحركت من الاول ليه اللي تتسخت قرد؟ المهم اشوكا بيجي في الوقت المناسب وبينقذها من وسط الدمار الشامل ده واللي كانت فعلا هتتخرم من الرصاص. وهو بقى علشان بطل الفيلم وجامد وجاحد بيخلص على الكل وما بيرحمش حد، واللي بيجي تحت ايده ما كانش بيحله. وجاك بقى بيتكلم مع سوزان وقال لها الشنطه دي تخفيها في اي مكان بعيد عن كل العيون. وعلى طول العربيه اللي هي راكباها بتتحرك وبتهرب من المكان، واميريتا بقى بتسيب كل حاجه وهاتك يا جاري وراهم. والمأمور بقى متعصب وقال لهم انا كنت عارف البت دي رفعت لي الضغط وعارف ان هي اللي هتبوظ المهمه دي، ست فاشله يا جدعان ومكانها البيت والطبيخ. بس اميريتا بقى داخله عليهم وبتقول له لا حاسب بقى على كلامك علشان ما تجيبها الا ستاتها. ولعلمك احب اقول لك ان انا رميت جهاز تتبع على العربيه بتاعت سوزان لحد ما عرفت ان هي دخلت بنك مركزي في قلب المدينه. فالمأمور قال لها حلو قوي كده الصندوق موجود في البنك. اميريتا بتقول له لا انت قائد بس غبي لا مؤاخذه، انا اصلا شكيت فيها عشان كده كملت ماشي وراها. وظني ما خافش وسوزان دخلت بنك تاني وهوبا طلعت من الباب الخلفي وبعدها اختفت. واميريتا بقى راحت وراها وبكده سوزان بتكون غفلت الكل وكمان بتغفل جاك وخبت الصندوق في مكان تاني خالص محدش يعرفه غيرها. وهنا بقى لاول مره في التاريخ المأمور بيشكر اميريتا لانها تعبت ودورت وكانت هتضحي بنفسها كمان. واشوك قال لهم احنا كده لازم نتحرك فورا لان الحرامي اكيد سابقنا بخطوه. وهي دي الحقيقه لان الحرامي هو كمان كان مهكر كل كاميرات المراقبه وشايف كل حاجه. وبعدها اشوك بياخد اميريتا وبيخرجوا مع بعض وهي بدات تحكي له عن اهلها لكن بتكون في منتهى الحزن. وبنعرف ان هم ماتوا في حادث عربيه وهي صغيره واللي كانت معاهم وشافت الحادثه، والموضوع ده عمل لها مشاكل لحد دلوقتي. ودي بقى كانت اول مره اميريتا تتكلم مع حد عن عيلتها وعن اللي حصل لهم زمان. طبعا هو بيتعاطف معاها اكتر واكتر وحبها اكتر من الاول وقال لها بقول لك ايه من غير كلام او مقدمات انا بحبك. وهي لما بتصدق وبتقول له انا كمان بحبك وبموت فيه. ومن وقتها وهم عايشين اجمل قصه حب وجامده جدا. بس ده بقى مش وقت حب نهائي لانهم مشغولين بموضوع البنك والحرامي. وقبل تنفيذ العمليه بيوم اميريتا بتقول لاشوك انا خايفه جدا لان دي اول مره اقود فيها فريق. وبعدين بتشكره ان هو وثق فيها واداها الشرف ده. ومش بس كده ده كمان بتلبسه دبله وبتقول له ان بعد العمليه دي احنا لازم نتجوز. وعلى فكره انا بعت العربيه بتاعتي علشان اجيب لك الدبله دي فخلي بالك منها بقى. واشوك قال لها ما تقلقيش علشان بعد العمليه دي انا عامل لك مفاجاه كبيره جدا عمرك ما تتخيليها. المهم بعد كده بيكملوا شغلهم وبيحطوا الخطه بتاعت العمليه. وفي نفس الوقت الحرامي
الحرامي ده هو كمان كان بيحط الخطه مع فريقه ومعاهم الضابط ديفيد. بس الفكره هنا بقى ان ديفيد كان حاطط جهاز تصنت في غرفه اجتماعات اللي فيها اشوك، وكان سامع خطتهم كلها وعارف كل تحركاتهم اللي هم هيعملوها. وتاني يوم بتيجي ساعه الصفر، واميريتا والفريق بتاعها كانوا جوه العربيات قدام البنك، واشوك بيراقب كل حاجه من مكتبه. وهوبا بنلاقي ان ديفيد موجود جوه البنك واخد كل الفلوس والصندوق لوحده وما كانش معاه حد تاني. وبعد شويه بنلاقي الحرامي جاي ودخل البنك، بس كان كل حاجه اتسرقت خلاص والخزنه بقت ابيض على الابيض. واميريتا بقى بتهجم هي والرجاله اللي معاها، وقدروا انهم يكتفوا كل الرجاله بتوع الحرامي. وهي لما بتطلع الخزنه بتلاقي كل حاجه اتسرقت واللي كان. اما بقى الحرامي فبدا يجري ورا ديفيد علشان يوقفه باي طريقه، بس واضح كده ان ديفيد ما شاء الله عليه طلع خاين مرتين، مره مع الحكومه ومره مع الحرامي نفسه، وطمع بالفلوس وهرب بيها. وهنا بقى ديفيد بيتكلم مع شخص تاني وبيقول له يلا بقى وانجز انا مستنيك. وفي نفس ذات اللحظه المأمور بيكلم المفاوض ده وقال له ان الحرامي سرق الخزنه، وبرغم ان اشوك كان عامل معاهم خطه جامده جدا. فالمفاوض بيقول له هو انت عبيط ولا شارب حاجه؟ هو اشوك ازاي عامل معاكم خطه وهو اصلا ضابط سري محدش يعرف شكله اساسا؟ وهنا بقى بتكون اكبر صدمه في الفيلم كله، لان المفاوض ده بعت صوره الضابط اشوك واللي طلع هو نفسه الحرامي اللي محيرهم من اول الفيلم. وده معناه ان الحرامي ده هو نفسه الضابط السري. والمفاجاه الاكبر ان اشوك ما طلعش ضابط ولا حاجه، علشان هو نفسه الحرامي اللي مدوخ البلد كلها. وفي ثانيه الا ثانيه بيحرق كل اوراق القضيه وبياخد عربيه باتمان بتاعته وعمال بيطارد الضابط اشوك الحقيقي. وفضل وراه طول الطريق وحالف ما يحله لحد ما بيخبطوا خبطه جامده جدا بالعربيه، وهوبا مره كمان بيخبطوا الخبطه الثانيه لحد ما خلى العربيه تطير وتتقلب. والضابط اشوك الحقيقي طلع منها بالعافيه وكان لسه هيضرب نار عليه، لكن بتيجي الضابط اميريتا الذكيه ذكاء السنين وبتضرب الضابط اشوك الحقيقي، ومش اي رصاصه دي جايباها في نص رجله. ولولا بقى المأمور ده كان زمانها خلصت عليه، اللي قال لهم استنوا ده الضابط اشوك الحقيقي. اما بقى التاني اللي اوهمكم ان هو الضابط اشوك، احب اقول لكم ان هو نفسه الحرامي. والحرامي ده بقى بياخد ديفيد في العربيه بتاعته واللي يعتبر شريكه. وجاك بقى لما عرف ان الصندوق اتسرق حرفيا كان هيتجنن وحلف ان هو لازم يجيب اللي سرقه. اما بقى المأمور فبيطلع هو كمان خاين، اصله طلع من رجاله كالكي. والمفاوض ده بقى بيجي وبيمسح بكرامتهم الارض هو كمان، وقال لهم انتوا لازم تشوفوا اي حل للكارثه اللي انتوا عملتوها. ده حتى الضابط ديفيد طلع خاين هو كمان ومحدش فيكم شك فيه، جاتكم 60 خيبه. اما بقى اميريتا الغلبانه فدي بقى في صدمه تانيه لوحدها، مش مصدقه الشخص اللي هي وثقت فيه يطلع هو نفسه الحرامي. والضابط اشوك بيقرب منها وقال لها اسمعيني كويس، انت الوحيده اللي هتقدري توصلي له، عايزك تركزي شويه يمكن تلاقي اي معلومه نقدر عن طريقها نوصل له. وهي بتوافق انها تتعاون معاه. اما بقى ساهو فكان في عالم تاني خالص بقى، مش عايز اقول لكم، عايش حياته 100 سنجه و10 بنات ومزز ومزاميز في كل مكان، شرب ودرمغه ورقص، والدنيا معاه اخر حلاوه. وطبعا ديفيد معاه في كل مكان. وفي نفس الوقت ده بنشوف جاك بيقول لسوزان والمساعد بتاعه بصوا بقى وركزوا معايا، دي اخر فرصه ليكم، ويا اما كده يا اما هخلص عليكم وقت. وبيطلع ان الصندوق الاسود موجود جواه جهاز تتبع وهو قدر يحدد مكانه. نرجع بقى لساهو اللي جاله اشعار ان في حد دخل الاوضه بتاعته، فبيطلع علشان يعرف مين اللي اتجرأ وعمل كده. وهوبا في ثانيه الا ثانيه بيلاقي ضرب نار في كل مكان وشخص حالف ان هو يخلص عليه. بس الشخص ده بقى مش اي حد، دي بتطلع القمر بتاعتنا اماريتا اللي بتقول له انا مسافره بقالي يومين علشان اجي هنا واقتلك يا خاين يا غشاش يا مخادع. وبتثبت السلاح على دماغه واللي هو انا هفلق دماغك نصين زي ما انت فلقت قلب نصين. وهو فكرها بتهزر وقال لها طب ومستنيه ايه، يلا اضربي وخلصي عليا زي ما انت عايزه. وفعلا بتضرب الطلقه من هنا وعلى اخر لحظه بيبعد عنها من هنا، واللي هو يعني ايه يا بنت الغباوه دي، ده انت قلبك اسود سواد السنين، كل ده علشان غفلتك ولعبت بيكي يومين ثلاثه. وهوبا مره واحده بييجوا شويه رجاله الا وهما عصابه كالكي وبيخلوا ديفيد يوريهم الاوضه بتاعت ساهو. ولسه واحد فيهم بيفتح الباب من هنا تقوم البت اميريتا بتضرب طلقه من السلاح اللي معاها علشان تخلص على ساهو، بس بتفلت وبتيجي في العصابه. طبعا العصابه قالوا لا دول عارفين ان احنا جينا بقى، هيا بينا على الحرب يا رجال. وهاتك يا ضرب نار بقى من هنا للصبح. وساهو الراجل الطيب الرقيق بياخد البنت الغلبانه اللي معاه وبيستخبوا هما الاتنين قبل ما يموتوا. كم انت طيب ايها الرجل، هي عايزه تخلص عليك وانت برضه خايف عليها. ومش بس كده، دول كمان في نفس الوقت بييجوا عصابه جاك، ودول بقوا يضربوا من ناحيه وعصابه كالكي بيضربوا من الناحيه الثانيه. وقاموا بقى هما الاتنين ودخلوا في العركه ضد العصابتين، ضرب نار من هنا وضرب نار من هناك، والمكان اتحول لقلبان والدنيا بقت خربانه على الاخر، كله عمال بيدب في كله ومش عارف مين بيضرب مين او مين عايز يقتل مين. لحد ما اشوك خاف
على البت الغلبانه وقال لها بصي بقى انفدي بجلدك من هنا ولازم تهربي حالا، وانا بوعدك لما اخلص معاهم العركه دي هجيبك مره تانية علشان تقتليني بالطريقه اللي تريحك يا ستي. وفعلا ساهو بيروح لعصابه كالكي والمساعد قال له بص احنا هناخد الصندوق وهنخليك واحد من رجالتنا وهنغرقك بفلوس كتير وابسط يا عم وعد الجمايل. لكن ساهو ولا بيعبره ولسه الواد هيديله الضربه، ساهو قال له بص انا هديلك 10 مليون واخلع من هنا بكرامتك وانفد بعمرك. فالواد وقف مكانه كده واللي هو يعني ايه الرقم الجامد ده، وساهو اتكلم معاه بكل ثقه وقال له شفت بقى ان الفلوس هي كل حاجه بس الصندوق بيساوي كتير قوي. وهوبا مره واحده ضرب كام واحد فيهم. لكن المساعد بيقول له ان السيد ميراد بيقول لك ان الاسد والغزاله ممكن يعيشوا في الغابه مع بعض، بس الغزاله بقى لو دخلت في القفص مع الاسد يبقى هي كده اللي خلت نفسها فريسه. وساهو قال له صح جدا الكلام ده، عفارم عليك يالا، قول بقى لسيدك انه ما يدخلش معايا جوه القفص علشان انا الاسد يالا. وسابه ومشي عادي جدا. وتاني يوم ديفيد بياخد باله ان المكان مرشق ظباط، فبيروح فورا وبيبلغ ساهو. لكن بيلاقي اميريتا عنده لا وواخده راحتها على الاخر، واخده الشاور وخارجه من الحمام وكأن البيت بيتها. وديفيد بيقول له كده خلاص يا باشا احنا كده رحنا في خبر كان، هو انت جاي تحب هنا يا بعيد ومع مين؟ مع واحده منهم. وبنعرف بقى ان اميريتا قدرت انها تقنع ساهو ان هي بتشتغل لصالحه وهتكمل معاه في اي مهمه، وكل ده طبعا مجرد خداع علشان بتكون متفقه مع الضابط اشوك وبتوصل له كل الاخبار اول باول. بس هي حست ان هي مش هتقدر تعمل كده وحاولت انها تبعد عن ساهو، فبتقول له احنا مش هننفع مع بعض وللاسف احنا حكايتنا لحد هنا انتهت. لكن هو فضل يقرب منها وقال لها حتى لو انت عايزه تبعدي انا مستحيل اسيبك ومستعد اسيب كل حاجه وافضل معاكي وهضحي باي مهمه عملتها او اي مهمه نعملها وهتغير علشانك. وهي زيها زي اي ست غلبانه بتصدقه وبتعرف فعلا ان هو عايز يتغير. لكن هنا بقى بتحصل الصدمه اللي محدش يتوقعها علشان بتاخد طلقه وبتقع قدام عينيه وهو عمال يبص لها وكان في منتهى الصدمه مش مصدق ان حب عمره بتموت قدام عينيه علشان عصابه كالكي بيكونوا محوطينه في المكان كله. طبعا ساهو بيتجنن وبيتحول لاسد جعان ونازل فيهم ضرب بكل انتقام، لكن هما بيغفلوه وهوب رشقوا فيه حقنه مخدره، لكن هو ابدا قايم زي الاسد ومكمل فيهم ضرب لحد ما بيقع مكانه وما بيقدرش يتحرك مره تانية. واخيرا بيلاقي كالكو قدامه وقال له شفت ادي اخرة اللي عندي معايا، واللي يلعب مع الاسد يستحمل عضه. ومش بس كده، ده كمان بيشوفهم وهم ساحبين جثه اميريتا وبطريقه في منتهى الذل والاهانه. وساهو طبعا عمال يبص لها وما كانش قادر يعمل لها اي حاجه بسبب المخدر اللي في جسمه. اما بقى كالكي فبيقول له انا خلاص غيرت رايي ومش عايز يا عم الصندوق الاسود، لكن هقول لك تعمل بيه ايه بالظبط وتنفذ كل اللي هقول لك عليه بالحرف الواحد. وفي الوقت ده ظابط اشوك قدر يزور اوراق وعمل نفسه ان هو عامل في شركه في نفس المدينه اللي هيتم فيها العمليه. اما بقى ساهو فبدا يعمل الخطه مع كالكي وعصابته، والخطه كالتالي: هيدخلوا العماره اللي ساكن فيها جاك ويركبوا قنابل ومتفجرات ضخمه جدا علشان ساعه الصفر يقدروا يدمروا المبنى كله والكل يتشتت، وساعتها هيقدروا يسرقوا الخزنه بكل سهوله. وده غير كمان ان هم كده هيخلصوا على جاك بكل عصابته. وبالفعل ساهو بيبدا في تنفيذ الخطه وبيلبس لبس عامل صيانه وبيدخل هو وكل الرجاله علشان يركبوا المتفجرات وكل حاجه ماشيه تمام التمام وزي ما هم عايزين. وكالكي بقى كان مطمن على الاخر من ساهو علشان بنعرف ان اميريتا لسه ما ماتتش وطبعا هي موجوده تحت ايديهم، وساهو مستعد يعمل اي حاجه علشان يخرجها من اللي هي فيه. اما بقى اشوك فبيوصل للمقر والشرطيه دي بتاخده وبتعرفه على كل الاقسام اللي موجوده في المدينه وقد ايه ان الامن مستتب والجو هنا احسن من اي مكان تاني. ونرجع مره تانيه لساهو اللي كان بيتدرب كل يوم علشان العمليه وكل همه ان هو يرجع اميريتا وينقذها من ايديهم. المهم بعد كده بيجي يوم العمليه وكل واحد فيهم على اتم استعداد، لكن هنا بقى بتحصل المفاجاه علشان كالكي الواطي بيطلب من الرجاله بتوعه انهم يخلصوا على اميريتا علشان يدمر ساهو ويذله. نسيبهم ونروح لجاك اللي بيتصل على كالكي وقال له اتعلم من المعلم لما يتكلم ولازم تعترف ان انا طلعت اذكى منك، وساهو جه وتعاون معايا انا ويلا بقى ابلع ويا رب المفاجاه تعجبك. طبعا كالكي بيسمع الكلام ده واللي هو ازاي دي اميريتا تحت ايدينا وبرضه بخني. وفعلا قبل ما الرجاله يخلصوا على اميريتا رجاله جاك هم اللي بينقذوها. اما بقى المتفجرات اللي بتكون مترشقه في المبنى اللي فيه كالكي فحرفيا كلها بتنفجر، بس الانفجار ده كان بسيط وما كانش قوي للدرجه وعشان كده هو بيفضل عايش. وساهو بقى بيخرج وبيركب الموتوسيكل ده والظباط بقى بيتوزعوا بينتشروا في كل مكان في الشوارع وكل هدفهم يقبضوا عليه. لكن ديفيد بقى كان مهكر كل الاجهزه بتاعه الحكومه وكان سامع كل خطتهم وكان بيعرف ساهو اول باول كل اللي هيحصل. وساهو بقى على الطريق وكان جنبه عربيتين مصفحين وكان كل اللي بيقابل ساهو كان بيشيله، وعشان كده الظابط اشوك بيدي امر للبدل
الطائره انها تتحرك. ودي بقى مش اي بدل، دي بدل بتكون جامده جدا، وانا نفسي في واحده زيها يا جدعان. وقدروا انهم يفجروا العربيات اللي بتحمي ساهو، وفضلوا يطاردوه في كل مكان، والدنيا بتكون بايظه على الاخر. وقتها اميريتا بتكون رجعت مره تانية على اسم الشرطه، كانت حاسه ان الدنيا بايظه وفي حاجه غلط، وخصوصا لما بنشوف كالكي كلم المأمور وبيأمره ان هو يسيب كل حاجه ويركز على ساهو وعايزه حي او ميت. وعشان كده المأمور بيطلع القناصه، واميريتا بتقرر ان هي تطلع معاهم كمان. وديفيد قال له ما عادش قدامك غير النفق الاخير، واول لما انت تعدي من النفق ده محدش هيقدر يمسكك، لانك ساعتها هتكون خرجت بره حدود المدينه. بس الموضوع بقى ما كانش بالسهوله دي، لانه بيلاقي عربيات شرطه في كل مكان، وعصابه كالك وراه بالمعدات التقيله وبالاوناش، وشكلهم كده هيخلوها خراب فوق دمار، وعمالين بيطاردوه في كل مكان وحالفين ما يحلوه. وفي اللحظه دي اميريتا بتشوف قناص كان لسه هيخلص على ساهو، وطبعا هي بتخاف عليه وبتحاول تمنعه باي طريقه، بس هو بقى في اللحظه دي بيزقها وبتقع من فوق الطياره، ولولا ان رجليها بتتشبك وبتفضل متعلقه كان زمانها وقعت وماتت واتكسرت مليون حته. لكن ساهو بقى في وسط المدعكه والتخبيط في وسط المباني بيقدر ان هو يمسك بدله من البدل الطائره، وهوبا مره واحده بيدخله جوه المبنى ده وبيخلع البدله وبيلبسها هو اخيرا. ووعدنا يا رب ببدله زي دي البسها في يوم فرحي، هعمل بيها ايه الله اعلم. المهم في الوقت ده بنشوف الطيار بيختلي توازنه وخلاص الحبل اتقطع، واميريتا الغلبانه يا عيني في الجو طايره وعلى وشك انها تموت وبطريقه في منتهى البشاعه. لكن على مين؟ ده ساهو ابن الجحدين. هوبا مره واحده نط بالبدله اللي هو لابسها، لكن البدله دي بقى بتكون على حظه النحس، فصلت شحن تماما ومش شغاله اساسا. لكن في اخر ثانيه نط من البدله وبيمسك اميريتا في مشهد هندي اصيل مؤصل ومحدش بيقدر يعمله غيرهم، وفي الاخر بيقعوا في النار هما الاثنين، وكالعاده ما حصل لهمش اي حاجه. وسامحني يا رب على الكذب الهندي اللي انا بحكيه. وطبعا في الاخر الحكومه بيقبضوا على ساهو والعداله هتاخد مجراها، وهوبا مره واحده ساهو قام قالب العداله كلها ومديها على قفاها. وبنعرف ان كل العربيات اللي المفروض فيها الفلوس كلهم طلعوا فاضيين، وهو اصلا كان هرب الفلوس في عربيات تانية. وهنا المأمور قال لهم بس سيبوا لي الواطي ده وانا اللي هتصرف معاه، وبياخد ساهو وبيمشي من المكان لحد ما بيقدر يهرب تماما وبيخرج من المدينه. وهنا بقى الحكومه بتخاف تقرب منهم اصلا لانهم عدوا الحدود، والمأمور عمال بيضحك وبيحكي لساهو قصه القريه اللي هم رايحينها دي. وفي نفس الوقت كالكي راح يقول لابوه نفس القصه بتاعت القريه، والقريه دي بقى بتكون مليانه بترول على الاخر، وروي كان بياخد منهم البترول بس كان بيراضي كل اهل القريه وكان بيشغلهم معاه وبيعاملهم احسن معامله. وطبعا الكلام ده ما كانش عاجب كالكي، وعشان كده اول لما عرف ان روي مات كالكي هو اللي سيطر على القريه وحرفيا قتل اهلها من كتر التعذيب، وفي الاخر خلى القريه متدمره تماما وبقت ملكه لوحده. ونرجع مره تانية لاميريتا اللي راحت على المكان اللي الظابط ديفيد مستخبي فيه، بتقول له بص بقى واسمعني كويس، الفلاشه دي عليها كل بيانات الموبايل بتاع المأمور، ادخل عليها علشان الراجل ده انا شاكه فيه وحاسه ان هو وراه بلاوي. وفي اللحظه دي ساهو بيكون وصل على القريه وعصابه كالكي بيكونوا حواليه في كل مكان ومحوطينه، وهاتك بقى يا صراع على المملكه واللي ياخد العرش هو اللي هيكسب. بس على مين؟ ده ساهو ابن التنين نزل عليهم ضرب نار ودمار وفرتكه، واللي يفكر يجرب هيموت قبل ما يقرب. داخل عليهم واحد ورا التاني ورا التالت، واللي كان بيطوله كان بيحصل اللي قبله، ويجي اللي بعده ضربه يمين وضربه شمال وبالرجل بيدب وبالايد شغال. وفي نفس الوقت بنشوف سوزان اخيرا بتوصل للخزنه وحطت فيها الصندوق الاسود واللي هو مفتاح الخزنه، وبعد طول انتظار وتعب وبهدله الخزنه بتتفتح. وهنا بقى بتحصل اكبر صدمه، انها تلاقي جنيه او ربع جنيه مخروم حتى مفيش. امال ايه اللي موجود؟ كلها صور وذكريات لروي، وما ادراك وما صور روي اللي بتاخد الصدمه وبتقع مكانها، وتقريبا كده جات لها جلطه. وقبل ما نكمل بنروح لشخص تاني وهو البطل ساهو اللي قدر اخيرا وبعده معاناه يخلص على كل رجاله كالكي. وكالكي قال له طب تمام قوي، يلا بقى وريني همتك وشطارتك وادخل بقى على كل الرجاله اللي في القريه ووريني هتعمل معاهم ايه يا ذكر. واللي بيكون عددهم كبير جدا ومحوطينه في كل مكان وبيهجموا عليه كلهم، واللي هو خلاص انت نهايتك قربت وهتموت هتموت. لكن هنا بقى بنشوف كل الناس بيقفوا على اخر لحظه احتراما وتقديرا لهذا الاسد الجميل، عشان هو ده ابن الراجل اللي كان حاميهم واللي كان معيشهم في نعيم. طبعا كالكي شايف الموقف ده وبيتصدم، واللي هو ازاي وامتى وفين وايه اللي بيحصل بالظبط. وبنرجع مره تانية لسوزان اللي بتشوف اكبر صوره متعلقه في الخزنه، واللي هي صوره روي مع ابنه الحقيقي، واللي هو اصلا مش جاك، لا ده كان هو نفسه ساهو، وان ساهو هو صاحب السمو الملكي من بعد ابوه روي. وطبعا كل الرجاله اللي في القريه دخلوا على عصابه كالكي وخلصوا عليهم واحد ورا التاني، وساهو عاش طول حياته بعيد عن ابوه وقريب جدا من القريه دي،
كالكي علشان كالكي ما يبتزش روي ويلوي دراعه عن طريق ابنه او يحاول ان هو يخلص عليه. وخلاص بعد سنين وسنين روي كان لسه هيعلن ان ساهو يبقى هو ابنه وريثه بعد ما مهد له الطريق. لكن في اليوم ده روي عمل حادثه وساهو كان معاه في التليفون وسمع صوت المأمور كالكي وعرف ان هم اللي خلصوا على ابوه. اما بقى جاك فهو يبقى ابن مساعد روي وصديق ساهو الوحيد، وعشان كده ساهو جاك وابوه قرروا انهم ينتقبوا صح وعملوا خطه ما تخرش الميه. وهنا بقى اهل القريه كلهم بيتجمعوا وبيخلصوا على كالكي بالطريقه اللي يستاهلها، وبكده يكون خلص على راس الافعى ومن بعدها باقي رجالته. وسوزان بقى لما بيتقفل عليها باب الخزنه بتفضل كده لا حول بها ولا قوه، بتموت مخنوقه. والمأمور ده بقى فجروا بيه العربيه بتاعته ويلا خدوا الشر وراحوا كلهم. اما بقى بقيه الاعضاء وعلى راسهم السيد سفراج فبيرحبوا بوجود ساهو وان هو رئيس مجلس الاداره الجديد. وبعد كام شهر بنشوف اميريتا اللي بتكون اعتزلت عن كل حاجه ودخلت في وسط ناس مش قدهم ومش عارفه مين مع مين ومين ضد مين، والبت يا عيني غلبانه على نياتها. لكن ساهو بقى ما كانش سايبها وطول الوقت عمال بيراقبها، وبنعرف ان هي واخده بالها من كل حاجه لحد ما بتقول له انت بقالك شهور بتراقبني ومفيش ولا مره هتيجي وتقول لي بحبك يا نطع. فهو راح لها وقال لها بحبك يا بجره ونفسي انا وانت نتجوز ونعيش في زريبه سعيده مع بعض وشكلها كده هتحلو والدنيا ماشيه تمام التمام. لكن هنا بتحصل الصدمه علشان اخيرا بيخلص الفيلم على خير وسلام. وما تنساش تكتب رايك في تعليق وتعمل لايك، وان شاء الله استنوني الفيلم الجاي. وسلام لما الحق صلاه المغرب.